أول رد فعل على كلامها الذي قالته في برنامج مجموعة إنسان مع الإعلامي علي العلياني على شاشة قناة MBC. توعد والد الفنانة البحرينية حلا الترك برفع قضايا على البرنامج، كما وجه عتابا قاسيا إلى ابنته. وقال محمد الترك في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن شركته سترفع قضايا بخصوص الحلقة في محاكم الإمارات وسيكون الحساب عسيرا. وتابع قائلا: أنا أستغرب من ابنتي، وأضاف: يا عيب ويا حيف يا حلا على الترباية، طلعتيني أنا كذاب، والمهم تكوني أنت مستأنسة ومقتنعة بالكلام الذي قلتيه. وختم قائلا: ما عندي شيء أقوله، لأن عندي حرقة قلب، وحسبي الله ونعم الوكيل في من وصلني إلى هذه المرحلة. وكانت حلا الترك قد قالت أن والدها سجل لها فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها عاتبته بسبب ذلك.